ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي صحة دايما كده يا رب. ادخلوا واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه ان شاء الله. عايزين نكبر القناة بقى بيكوا، انتوا اللي هتكبروها، انتوا اللي هتعلوها، انتوا اللي هتخلوها كده في العالي ان شاء الله. ونخش على موضوع الفيديو. بعد ما اتكلمنا ان مباراة النادي الاهلي واوكلاند سيتي، المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، المباراة التمهيدية، لو جيت سألتني أنا شخصيا تتوقع التشكيل هيبقى عامل ازاي، أو أنت لو تحب تحط التشكيلة أو تتوقع تشكيلة في دماغك عليا أنا شخصيا هتكون عاملة ازاي، هقولك كالآتي: حراسة المرمى محمد الشناوي. قلبي الدفاع أنا بختار محمد عبد المنعم، راجع وهيشارك ومستواه كويس مش وحش، وبيأدي كويس جدا جدا في المباريات الصعبة والمباريات التقيلة، وبيبقى اللي بنستناه منه بنلاقيه بيدافع فعلا كأنه بيدافع في حرب. ومحمود متولي باك شمال، أسرع ديليفر في مصر، أنا هختار علي معلول. باك يمين محمد هاني. ثلاثي خط الوسط، طبعا الثلاثي المعروف، لا هيبدأوا لازم يبدأوا. انا شخصيا بتوقع يعني، او انا نفسي ان هما يبدأوا حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السولية قدامهم. ثلاثي الهجوم، خط الهجوم، انا نفسي يبدأ بشريف. يعني لو انا بحط تشكيلة نفسي يبدأ بشريف كمهاجم استرايكر سريع حراس حربة. يبقى محمد شريف استرايكر. جناح يمين انا بختار حسين الشحات، لانه عامل دويتو رائع جدا مع محمد هاني في الجبهة دي، وبيعملوا بقى خطورة جامدة 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 جدا، مفيش بعد كده. جناح شمال احمد عبد القادر، مهاري سريع، مراوغات، واحد على واحد، واحد على اتنين، وبرضه عامل الجبهة مع علي معلول روعة جدا. ده التشكيل اللي انا بتمنى انه قدام. حط نفسك مكان كولر وحط التشكيل، يعني محمد الشناوي، محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، السولية، حمدي فتحي، اليو ديانج، حسين الشحات، احمد عبد القادر، محمد شريف. ده التشكيل اللي انا نفسي ابدا بيه واللي انا توقعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.